من فترة شي 3 شهور وصلتني قصة، يعني صدقا ما كنت حابة أحكيها لأن ما نعرف أحسن أفسر شعوري بهاي القصة. جماعة صار عندهم كارثة وطلعوا من بيوتهم، عاشوا بخيم. فوقت اللي عاشوا بخيم بتركيا، يعني بتركيا هاي القصة. أه المرأة عندها 7 أولاد عايشين بخيم، هني وجماعة أتراك حدهم. تعرفوا على الجماعة الأتراك، يسهروا سوا ويطلعوا يفوتوا سوا، يضلوا سهرانين. مثلا الزوج يفوت ينام، المرأة تضل سهرانة برا، يضل الجار برا. يعني هو كان السبب، يعني المسبب الزوج. يعني كيف انت عم تفوت بتنام وبتترك مرتك سهرانة برا مع زلم مع نسوان؟ يعني ايا كان، يعني في رجل في القصة حتى لو كانت مرته معه، هي ما كانت مرته معه، كيف انت عم تترك مرتك؟ فكان هو يعني السبب في هذا الموضوع. فهذا الرجل التركي تعلق في هاي المرة، والمرة كمان صار بيناتهم قصة حب، وهي عندها عائلة وعندها 7 أولاد. فإجا جوزها قال لها لقيت بيت بدنا نروح نسكن على بيت. قالت له أنا ما بروح معك. بتروحي ما بتروحي؟ قالت له ما راح أروح، بدها تضل عند جارة التركي، بدها تضل، كيف بدها تتركه وتروح؟ قام هذا الزلمة صار ينقل، قال لا أنا بدي أنقل. إجا أخذ أول نقلة، ما بتدفع تروح معه. أخذ أول نقلة على بيته، رجع تاني نقلة، رجع ما لقاها. راحت هربت مع جارة تركي، تركت 7 أولاد وراها وهربت. هون الزوج ايش بده يسوي؟ ما عاد يعرف ايش بده يعمل، بده يخبر اهله، بده يخبر. راح ما خلى حدا ما خبره. قام بالاخير لقوهن بعد شي اسبوع زمان، لقوهن. قام رجعوا له اياها. قام قال الزوج انه ما بده يحكي قدام اهله، ما راح يحكي مشان ما يذبحوها، مشان ما بده يخرب بيته، عنده 7 أولاد. ما حكى، رجع مرته ولا كأنه في شي. فتتخيلوا اشو صار؟ ما حدا بيتخيل النتيجة. فهذا الشاب اللي بيحبها التركة، الزلمة، ما هان عليه ترجع أسأل عن جوزها مرة تاني. كيف هاي حبيبته؟ قوم روح لعند زوج المخلوقة وانتروا بجي 20 سكين. صار الزلمة بين الحياة والموت. سحب الزلمة وراح على المستشفى، وصار بين الحياة والموت. بعد ما تعالج ورجع بلا أولاده لحالهم، ولقاها هربانة وما يفعلان تضل باركة. بعد كل شي صار، وبعد ما ستر عليها، وبعد ما رجع ما لقاها، سحبت وهربت. أنا ما كنت عبحسن أوصف شعوري أو إيش بدي أختم هذا الفيديو. عن جد كيف بدي أخدمه ما عاد أعرف، لذلك ما كنت أنا عبصوره. فما بعرف، هلأ بترك التعليقات الكن في مثل هيك وضع. مين المذنب انتو برأيكم؟ هي ولا زوجة إلا مين؟ طبعا هداك الإنسان التركي أنا ما بدي أعلق عليه نهائيا، نهائيا ما بدي أعلق عليه. بدي أعلق على هاي المرة وزوجها. مين المذنب؟ هلا أنا برأيي المذنب هو الزوجة. أولا لأن هو ترك لها الفرصة لحتى تعمل هيك. ثانيا سامح على غلط ما ممكن إنه تسامح عليه. ما بعرف، تركت لكم التعليقات.